أهلا بيكم في بودكاست جرين توك برعاية شركة بنتا فارما لا ناتور، وحلقات مميزة جدا في شهر رمضان الكريم. الحقيقة إن أصعب لحظة بتعدي علينا مش الجوع في شهر رمضان أو في الأوقات العادية، لكن أصعب لحظة بتكون يوم ما بنقف على الميزان ونبص نلاقي الرقم ما بيتحركش. وقتها بنحس بمشاعر غريبة جدا، مشاعر متلخبطة ما بين لوم، انا بلوم نفسي هو انا عملت ايه غلط خلاني ان انا ما اخسش الاسبوع ده، وما بين هو انا عندي مشكلة، حرقي وحش، ما بقيتش احرق زي الاول. مشاعر متلخبطة وافكار كتيرة جدا هنغوص في اعماقها النهاردة ونعرف اسبابها وطرق علاجها مع ضيفتي اللي مشرفاني ومنوراني في البودكاست، دكتورة ميري شهيد، استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة. اهلا بيك يا دكتور ميري. اهلا بيك يا دكتور بيتر، عامل منورة ايه؟ البودكاست. ميرسي يا دكتور، ده صح بنورك. طيبة. وانت طيب. احكي لي بقى، بتقابلي حالات عندهم نفس الحالة دي، ثبات الميزان؟ كتير طبعا، كتير جدا. يعني اول حاجه ان ثبات الميزان بيدي مثلا عامل نفسي سيء جدا للمريض، وخاصه لما بيكون عامل مجهود كبير جدا ويجي فجاه يوزن يلاقي ان هو ثابت، مفيش اي تغيير في الميزان. انا عامل كل اللي عليا يا دكتورة، بالظبط ماشي على الدايت بالظبط واشرب مية وبلعب رياضة، بالظبط ده ما بيتحركش. بالظبط بيبقوا فعلا محبطين. جدا جدا. بتتصرفي معاهم ازاي؟ طبعا احنا بنحاول نفهمهم ان الميزان مش هو اهم حاجة في الموضوع، في عوامل كتيرة جدا لازم نركز فيها. يعني نسبة الدهون بتنزل ولا لأ، عندنا مشكلة في الحرق ولا لأ، نبتدي نحلها، نشوف ايه أسباب ثبات الوزن أو زيادته. هل هو احنا بنعمل حاجة غلط؟ خلي بالك البيشنت ساعات بيبقى عنده تخيل ان هو ماشي صح، بس في ميستيكس كده في النص، هو مش مستوعب ان دي غلطات. او مش متخيل انه ما جاتش على دي يا بالظبط. دكتورة. احنا طيبين مع نفسنا قوي، يعني الله، يعني من الحته دي مش هيحصل حاجه، دي مش هيحصل، لو اتعشيت متاخر قوي مش هيحصل حاجه، لو ما مشيتش مش هيحصل حاجه. لو يعني كل الحاجات دي عوامل كبيره جدا. كمان في ناس بيبقى عندها مشكله ان هي مش بتثبت كمان الميزان اللي بتوزن عليه، يعني ده برضو ميستيك من الميستيكس اللي بتحصل. كمان الاكسسوارز اللي بيلبسوها نفس شكل اللبس، برضو كل دي عوامل يعني ما بتخليناش دقيقين قوي في حكمنا على ميزاننا. فدايما بنقول ان في لازم تشيك كامل كده ونشوف ايه اللي بينزل عندنا، سواء الفاتس بتاعتنا نزلت وجسمي ثابت، تمام جدا، انا لانه مبسوطه بيحصل انه جدا. ممكن يبقى طبعا بيشن بيقول طبعا. هدومي فارقة بس الميزان ما بيتغيرش. مقاساتي بتتغير، كلمه لازم بنسمعها يا دكتور، انا مقاساتي بتتغير، الشيب بتاعي اتغير، لكن الميزان بتاعي ثابت. نبتدي بقى ندور ايه المشكله. طب ايه يا دكتور ميري المكملات اللي ممكن تكون بتساعدنا ان احنا نكسر ثبات الوزن بتاعنا؟ من اهم الكومبوننت يا دكتور هي الجرين كافي. اول حاجه لان هو بيساعد على الحرق وبيدينا احساس بالشبع، فبيخلي الدايت بالنسبه لنا اسهل شويه. الحاجه التانية هي الكروميوم. الكروميوم طبعا بيحسن من الانسولين سنسيتيفيتي في الجسم، بيحسن من مستويات السكر، عشان كده بيدينا زياده في معدل الحرق. خلينا نتكلم برضو عن الاليكرانتين. الاليكرانتين خطير جدا 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 في تقليل نسبة الدهون، بالذات في الخلية. بيخلينا بدل ما الدهون دي تتخزن، لا بنبتدي نحرقها. الحاجة الأخيرة هي الأكاي بيري. ده من ضمن الحاجات اللي أنا بحبها. أنا يعني دكتور ميري بحب الأكاي بيري جدا جدا جدا، لأن هو فيه مضادات أكسدة، فبيخلي الجسم بتاعنا محافظ على رونقه. يعني أنا بلاش أبقى بيل ضعيفة شكلي فيها زلين، لا، يعني ده بيخليني هيلثي والتخسيس بتاعي بشكل آمن جدا. طب ايه اكتر حاجات ليها علاقة باللايف ستايل م. حضرتك بتقابليها مع العيانين وبتكتشفي انه هي دي مشكلة ثبات الوزن؟ خلينا نعرف التغير في المواعيد مم. بيعمل حاجات كبيرة جدا. يعني أولا لو أنا مثلا عندي أرق ما بنامش، ده بيعلي من هرمون الكورتيزول. فطبعا البيشنت مش متخيل ان انا لو قاعد بقى مطبق ليلي بنهاري، او ان انا عندي سهر كبير لغايه مواعيد اكستريم. يعني ممكن في ناس توصل الفجر وما عندهاش مشكله. ما ده اللي هيحصل في رمضان لا، ما هو اوكي، ما دي من ضمن العوامل. لا، احنا بنتكلم اساسا في رمضان او غير رمضان، بس في ناس عندها فعلا المشكله دي، يعني ما بتنامش كويس. دايما بنقول هم مش متخيلين ان حته النوم دي، لا، ده شق كبير جدا، لان النوم مهمه جدا هرمون الكورتيزول جدا، وبيقلل بالتالي للحرق، وكمان بيزود النهم للسكريات. يعني هرمون الكورتيزول كمان بيساعد ان انا دايما بيقول ان انا لو ما اخدت حاجه مسكره انا هبقى مبسوط دلوقتي، ما ده مرتبط بهرمون الكورتيزول، فدوت بيدينا ثبات او زياده كمان.
صح. عدم شرب الميه، في ناس ما عندهاش كونسبت ان انا بشرب ميه، لا تمام، ما انا بشرب عصير، ما انا بحط الميه في الشاي ده، ما أنا يعني لا، الميه نفسها الميه مهمه جدا جدا. الميه بالظبط، الميه مهمه جدا، لازم اشرب وعلى الاقل 3 4 مرات في اليوم. المشي او الحركه، مش هنقول رياضه، يعني خلينا نقول برضو رتم الدنيا عندنا سريع قوي، يعني مش هنقول ان انت لازم تروح جيم وتلعب كارديو وتلعب ساعه وساعة، لا، يعني خلينا دايما نمشي على حاجه بسيطه فيها استمراريه، افضل ما انا ادي حاجه اكستريم على جسمي وما استمرش، يعني اشتغل كل حاجه واو، اعمل رياضه، اعمل دايت، اعمل فجاه ابطل كل ده، فده لانه في الاخر اللايف ستايل بتاعنا بقى صعب. حياتي انا صعبه، بشتغل وعندي بالظبط بيت وعندي بالظبط ولاد، بالظبط. فصعب قوي. لانه بيجي ناس اكيد حضرتك بتقابليهم انه كل في اول قعده يقول لك دكتوره هعمل معاكي كل حاجه الا الرياضه. ايوه بالظبط، مني ما عنديش وقت، او بخلص شغلي تعبان جدا، ما عنديش طاقه ان انا اروح. فبقول يعني انت لو معاك عربيه، دايما بقول للحد، انت لو انت قبل ما تشتري العربيه كان حياتك شكلها ايه؟ اكيد حرقك كان احسن وشكل جسمك كان افضل، فاكيد الروتين اليومي بتاعك مهم قوي. يعني لو انت مثلا هنقول نركن عربيتنا بعيد شويه ونمشي 10 دقائق، مش هنقول مثلا هنمشي ساعه ساعتين، نمشي 10 ل 20 دقيقه، هيبقى حلوين جدا 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 وهتبقوا كافيين. بس اهم حاجه ان احنا نستمر، دي نقطه مهمه قوي، تبقى حاجه ملائمه لازم احط حركه في يومي، فاقدر ان انا استمر عليها مدى الحياه. بطلت دايت او بعمل دايت استمر عليها. بالظبط ده مهم قوي. ما نزودش في الاكل اكستريم ولا نقلل برضو، يعني ما ينفعش ان انا اكل تو ماتش، يعني اكل وجبه دسمه جدا 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 فيبتدي الجسم ياخد الطاقه اللي انا اديتها له فيبتدي يخزنها عشان هو مش عارف هيجي له وقت اكل امتى، او ان انا اجوعه تماما وادخله في مرحله starvation وانا ما عنديش، يعني الجسم ما عندوش طاقه، فيبتدي برضو يوفر الكلام دوت، فيبتدي ما يحرقهوش عشان يحتفظ بيه، لان انت مديله قدر قليل منه. لا ازود الاكل زياده عن اللزوم ولا برضو اقلله زياده عن اللزوم، فناخد يكون النظام بتاعنا اليومي نظام متوازن، يعني افطر واتغدى واتعشى 3 وجبات، سعراتنا معقوله، ادخل فيها كل الحاجات اللي انا جسمي بيحتاجها، كارب، بروتين، الياف، كل الكلام ده، بس لا امنع تماما ولا ازود تماما. فحضرتك مع فكره الاعتدال الحاجه بشكل معتدل مناسب لان نعرف نستمر عليه والظروف يومي والاكتيفيتي طبعا احنا بنحط لكل عيان الروتين بتاعه اكوردنج للاكتيفيتي اللي بيطلعها، لان انا جسمي داخل ليه طاقه وخارج منه برضو ايفورت، فانا لازم ابقى عارفه كم الطاقه اللي انا داخلالي هل موازيه للاكسرسايز بتاعي او للاكتيفيتي بتاعتي ولا لا. يعني ما ينفعش مثلا احط روتين لحد مسن قاعد في البيت ما بيتحركش ما بينزلش، زي واحد اسيليت بينزل وبيلعب وبيخرج وبيروح شغله وحياته كلها بره، زي ست بيت مثلا قاعده في البيت ما بتتحركش او بتنزل، يعني كل حد وليه الروتين بتاعه المختلف عن التاني المتفصل. بالظبط. بما ان بقى حضرتك جبتي سيره الاثليتس، سؤال كل رمضان، نتمرن قبل التمرين ولا بعد التمرين ولا ما نتمرنش ولا بعد الفطار ولا ما نتمرنش اصلا؟ اصلا انه كتير كمان من الكوتشز، الناس اللي بيروحوا الجيم وبتاع بيقولوا انه لا، لو انت اتمرنت في الصيام انت كده بتفقد كتلتك العضليه فما تتمرنش في الصيام. لا تقول طب الساعه اللي قبل الفطار، تقول بعد الفطار عشان نبقى واكلين عشان جلايكوجين ستورز. لا حل لنا المعضله دي. ما فيش ده خالص، انت ما فيش مشكله خالص ان انت تتمرن وانت صايم، وما فيش مشكله برضو بعد الصيام، بس افضل وقت لاستفاده الجسم من التمرين يعني قبل الفطار بساعتين وبعد الفطار بساعه او ساعتين بس. لكن ان انت تعمل اكسرسايز تمنعه تماما، لا، ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان احنا ما ينفعش اكون معوده جسمي على مود معين او اكتيفيتي معينه وفجاه يحصل لها دروب ويحصل دروب وان انا امنعه تماما، فلا، لازم ادي الجسم الطاقه بس في المعقول بتاعه، اللي هو في الاخر لازم اتمرن واتيفر التمرين ده ايه بالزبط. بس ممكن تبقى شدته هي اللي بتختلف على حسب يعني على حسب كميه الاكل، ما ينفع بالظبط. انا دايما بنقول ان احنا واحنا بنلعب لازم ما اديش جسمي اوفر، يعني انا مثلا طاقتي كذا، خلاص انا هشتغل على قد طاقتي، ما شدش على نفسي زياده عن اللزوم عشان ما اضرش جسمي، لان كل دوت انا لو قررت ان انا عايزه اعمل باور مثلا، ازود الكتله العضليه بتاعتي، اوكي انا بعمل طاقه لجسمي بتبقى ملائمه للقدره العضليه بتاعتي اللي انا محتاجاها. وانس ان انا اقلل ده
الجسم بيحول الطاقة بتاعتي والعضلات اللي أنا عملتها، الفايبرز اللي أنا بقالي فترة بعملها، لفاتس. طب أنا ليه بعمل ده؟ فأنا أدي جسمي أعمل كده زي بالانس كده، أديله بالسلم، يعني الطاقة بتاعت جسمي اللي أنا محتاجاها أعمل لها أبجريد تاتا تاتا. فاحنا لو هندخل رياضة، لو انا حد جديد لسه مستجد في الرياضة، شهر 20 دقيقة ادخل بالتدريج بالظبط، علشان برضو زي ما حضرتك كنت بتقولي انه انا لو دخلت مرة واحدة لرياضة انتنس بالظبط. وكمان صايم، فانا مدخل جسمي صح. كمان صح. في حتة وضع بالنسبة له غريب شوية، ده هيزود كمان هرمون الكورتيزول بتاعي، لانه انا داخل في توتر، داخل في بالظبط. ستريس، قلق دخلت جسمي طول ما انا قاعد قلقان، يعني بالظبط. هأدي ولا لا وهعمل، ومستعجل النتيجة كمان. خلي بالك اللي برضو صح. اللي بيلعبوا رياضة بيبقوا مستعجلين نتيجة، عايز يعمل يعني انا عايز بعد شهر فورمة الساحل بالظبط. بالظبط. شهر هجيب فيها فورمة. بالظبط، من الحياة مش كده خالص. بالظبط. واحنا في رمضان بنقابل بقى حته حضرتك اتكلمتي عليها جامده جدا، وهي الستارفيشن. انا صايم فتره طويله، بالظبط. فاعمل ايه علشان ما اضحكش على جسمي او يعني خليني اقول اعمل ايه عشان اضحك على جسمي انه انا مش في فتره صيام ولا حاجه، انا باكل بدخل لك سعراتك تمام، ما تعليش الكورتيزول بتاعك، ما تخشش في ستريس، الدنيا ماشيه كويس. حلو قوي. في ناس في 2 كاتيجوريز كده في رمضان. في ناس بتعتمد على 2 ميلز، يعني وجبه الفطار ووجبه السحور، وبيخلوها بالكي جدا، مليانه سعرات حراريه. فده غلط، يعني ما اعتمدش ان انا اكبر وجبتين عندي هما وجبه الفطار ووجبه السحور. لا، اقلل من السعرات، اخليها شويه شويه، 50-50. خلي وجبة في النص ما بين الفطار والسحور، ده مهم جدا جدا. لان انا طبيعي لما باخد وجبة الفطار، وجبة دسمة جدا وقوية جدا وفيها سكريات وفيها نشويات وفيها ببتدي خلاص انا مش قادرة اخد الوجبة الثالثة. صح. تمام. وبرده بعد كده اخلي طبعا لغايه ميعاد السحور انا ببقى جعانه جدا، فاخلي وجبه السحور ذا سيم برضو كبيره جدا. فلا، انا اخلي 3 وجبات او 4 وجبات معتدلين، يعني نقسم وجبه الفطار على وجبتين، يعني ما ناخدهاش كلها بالكي مره واحده. دي نقطه مهمه جدا. يعني يبقى في جزء مثلا بعد اذان المغرب وجزء تاني بعد على بين ما اصلي وعلى بين ما اظبط حالي واحط الاكل يعني اخد في سبيس ما بين الجزء بتاع البريك بتاع الفطار، يعني اقسمها بالظبط على فترتين. فاحنا كده قسمنا، وبالتالي كمان في ميزه جباره المره دي، لان رمضان جاي في الشتاء، ففقره جزء ساعات الاكل بتاعتنا اوسع شويه. فممكن زي ما حضرتك بتقولي لو قسمنا وجباتنا على 3-4 وجبات، الموضوع يبقى ماشي بشكل احسن شويه، ويبقى عندي وقت اتمرن، ويبقى عندي وقت اشرب ميه كويس، وعندي وقت انام. بالنسبه لشرب الميه برضه دي نقطه مهمه قوي، برضه بننصح دايما الناس وهم صايمه اول وجبه، اول حاجه بتدخل معدتي ما تبقاش العصاير. يعني مهمه قوي قوي. يعني انا دلوقتي صايم عدد ساعات كبيره جدا، اكيد عندي نهم لاي حاجه هتدخل بقي. يعني لو انا ابتديت اول بق ليا بجوس، خلاص كده الموضوع انتهى. هتلاقيني اخدت كوبايه في الثانيه في الثالثه من غير ما احس، من غير ما احس، خدت سكر عالي. لكن لو انا شربت ميه هبتدي املى معدتي، الهضم بتاعي هيكون احسن، وبالتدريج ادخل بقى سوائل، بعدها بروتين، بعدها الياف، بعدها اخر حاجه الكارب. لان الكارب ده اكتر حاجه الجسم بيخليني عايزه اكل تاني، بتديني بيتحرق بسرعه جدا وعايز عايز اكل تاني. فعشان كده دايما بنقول نبتدي برولز بالظبط. وده يدخلني لسؤال مهم جدا بقى. لو استغلينا وجود حضرتك معانا النهارده وقلت لك قولي لنا نظام غذائي نمشي عليه في رمضان لكسر ثبات الوزن، اوكي نعمل ايه؟ بص بقى يا سيدي، نعمل ايه؟ اول حاجه نبتدي وجبه الفطار زي ما احنا قلنا، نبتدي بسوائل، شوربه وتيفر بقى. تمام، دي اهم حاجه. قبلها هنبتدي طبعا بتمر، بس هناخد تمر معاه ميه، بلاش لبن. تمام، دي نقطة. 1 أو 3، يعني نخليها ماكسيمم 3. أنا عارفة رقم فردي، بس في ناس تاخد 5 أو 7، لا 1 أو 3 بالظبط. هيقول لي الدكتور ما كل ده فردي، أقول له طب ما 1 و3 فردي حضرتك. تمام، فخلينا 1 التمر أو 3 في البداية. بعد كده ناخد السوائل بتاعتنا، شوربة خفيفة لطيفة جدا، بعدها البروتين، بعدها آخر حاجة الكارب، ونخليه قليل، يعني 4-5 معالق رز. احنا على بين ما ناكل ده هنيجي على فكرة على وقت الكارب هنكون شبعنا ومعدتنا هادية ومنظمة جدا، ومفيش بقى امساك، مفيش بقى انتفاخ، مفيش بقى، لان ده كل ده بيحصل.
بعدها بساعتين 3 ناخد ثمرة فاكهة، ناخد اي حاجة حلوة. مفيش مشكلة ان احنا في برضو رمضان ده سيزون بيجي كل سنة، اوقات فيها نفسي. بالظبط فيها حاجات حلوة ما بناكلهاش في السنة كلها. فاكيد يعني انا نوت لوجيك ان انا اقول للمريض انت ما تعملش ده، ما تاكلش حاجة حلوة، هناخدها بس حاجة قليلة جدا. يعني لو انا بحط طبق كبير هاخد قطعة واحدة بس، اوكي، والنهارده اكلت حاجه، بكره اخد نوع تاني، بعده اخد نوع تالت، فمش كله في نفس اليوم. صح. بعدها يجي بقى السحور مهم جدا جدا، يعني بروتين والياف، يعني جبنه، بيض، لبنه، شوفان. ده حلو جدا، بيدي للجسم امتلاء، بيخليه طول ساعات الصيام بعد كده مش جعان. نقلل الكارب تماما في السحور، وده مهم جدا لان احنا زي ما قلنا انه حرقه بسرعه جدا. بعد ساعتين بالظبط هبقى عايز اكل تاني واشرب، وده طبعا هيتعبني وانا صايمه، فيخليني ان انا البروتين والالياف بس هما في السحور. حلو جدا. يعني نظام غذائي هايل لو هنخرج. احنا طبقناه كده من اول يوم رمضان، احنا لسه في بداية رمضان اهو، اعتقد 100% هنقدر ان احنا نكسر ثبات الوزن، او كمان لو احنا عايزين نخس ممكن نستخدم ده ان احنا ننزل كمان في الوزن، فده هيكون مفيد جدا بالنسبة جدا. لنا. في ناس بتنزل كتير في رمضان على فكرة. يعني رمضان الناس اللي عندها مشكلة في المواعيد رمضان منظم جدا، صح. فهيساعدهم ان هم ينزلوا رقم كويس قوي. اخر فقرة يا دكتورة ميري معانا اسمها دايت ولا بالغلط. اوكي. هسأل حضرتك سؤال، لو شايفة انه ده بيمشي مع الدايت ودي حاجة صحية هتقولي لي دايت، تمام. ولو هي افتكاسة ماشي. بلاش اي لازمة قولي لي بالغلط. وطبعا يعني يا ريت تفسر لنا تمام. ليه، لانه دي بيسموها اسئلة المشاهدين، يعني اكتر حاجات الناس بتسأل عليها. تمام. اول سؤال، عشان اكسر ثبات الوزن لازم اخد يوم فري اكل فيه كل اللي انا عايزه. بالغلط. انا بالنسبه لي بس انا ما اكلش اليوم كله، لكن ممكن اكل وجبه فري، لكن انا اخش اليوم كله من اوله كده من بابه كده اي حاجه قدامي اكلها، مش عارف اعمل دايت تاني. هتخن اللي انا خسيته. لا مش قصه هتخن، اوكي، انا مش عارفه اخش في المود تاني. يعني انت برضو حياتك يعني عودتها على ستايل معين، بقيت معدتك في يوم واحد لخبطتها، بقيت تاكل كل حاجه قدامك، تاني يوم مش عارفه ارجع تاني، الموضوع هيبقى خرج تماما. صعبة. لكن الحاجه اللي نفسي فيها اخدها وجبه او وجبتين بس كده. حلو قوي. لو قللت اكلي للنص فجأة حرقي هيبقى الضعف. يعني مش مع ده قوي، بس يعني بس مهم قوي. في ناس عندها مبدأ ان انا ما تحرمنيش تماما، بس اديني المتوسط. يعني قولي لي كده اشتغل واحده واحده. يعني هنقول له مثلا لو انت متعود تاخد رغيفين خليه واحد، لو انت متعود تاخد سكريات كتير خلي نص الكميه، لو انت متعود تاخد مثلا طبق خضار كبير وطبق شوربه خلي نص طبق الخضار ونص طبق الرز. فده مع ناس بيبقى كويس، يعني بدايه حلوه. الناس اللي هي رافضه المبدأ تماما للدايت، يعني مش عايز يمشي بقى ب 100 سعر 200 سعر 100، مش عايز الكلام ده، هو عايز يعني قلل ما بس تحرمش بالويم كده. بالويم يعني بالظبط كده. فاحنا بنمشي معاه واحده واحده لغايه ما بيتعود، فعلا بيتعود على تقليل الاكل، وبعدها النظام بقى المكتوب له بسعراته المظبوطه بيبقى سهل عليه. حلو قوي. سؤال برضو تاني مهم جدا، البنات لما يشيلوا اوزان في الجيم ده هيزود عضلات وهيخلي شكلهم وحش قوي، هيبقوا معضلين فشكلهم وحش. انا مش بحب البنات تشيل حديد صراحه في الجيم ده كمبدأ. انا كميري يعني كدكتور ميري مش بحب ده، بس في ناس بتحب ده تمام. بس يعني نلعب حاجات لطيفه ظريفه. المشاية اخدت مننا ايه؟ ما ناخد مشاية حاجه كده فتنس لطيف، بلاش حديد بلاش حديد للبنات، انا مش بحب ده. ما بتحبيش ده؟ انا مش بحب ده. ثبات الوزن ممكن يكون سببه الرئيسي اني مش بنام. ده جدا جدا. ده في ناس بتبقى ماشيه على الدايت بيرفكت ومشكلتها بس هي ما بتنامش، او زي ما قلت لحضرتك بتطبق ليلها وعدد ساعات كتير. زي ما قلنا بيرفع هرمون الكورتيزول، التوتر بيدي نهم للسكريات بطريقه كبيره جدا، وبيقلل من الحرق جدا. عشان اتابع وزني كويس محتاج اوزن نفسي كل يوم. لا لا لا، ده غلط جدا جدا، لان انا ممكن النهارده ابقى وزن، بكره ابقى زايده، بعده ابقى نازله، فانا هحصل لي ديبريشن. لا انا ويكلي
يعني كل اسبوع. وزي ما احنا قلنا يعني لو انا وزنت اول الاسبوع الصبح يبقى اوزن الصبح، لو انا وزنت في ميزان يبقى نفس الميزان، لان طبعا بيبقى فيه ديفرنشيشن ما بين كذا ميزان، يعني ممكن في اتنين بالظبط. ولو برضو انا لابسه صيفي شتوي، يعني لازم ابقى فيه بالانس كده، لان الحاجات دي صغيره بتفرق كتير، لان احنا مش هننزل بقى بالخمسة كيلو، يعني كيلو 2 كيلو. انا الجرام مهم عندي جدا، انت لو نزلت بالجرامات تحفه جدا، بس استمر. حلو قوي. بجد بشكرك جدا 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 دكتور ميري، بجد ميرسي يا دكتور. نورتينا وشرفتينا، وكانت حلقة رائعة ميرسي يا بجد، واستفدنا بمعلومات كتير جدا جدا النهاردة. واحنا داخلين على بداية رمضان كده، وعايزين نخلي رمضان السنة دي صحي 200% مش 100% بس، ونوصل لوزن صحي ووزن حلو. ومين عارف مش بس نكسر ثبات الوزن، بس نخس كمان عدد كيلوات كتير. لازم نتفرج على الحلقة كاملة علشان نعمل كل ونطبق كل الحاجات اللي دكتورة ميري قالتها لنا النهاردة. بشكركم، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من بودكاست جرين توك.